الأسد معروف إنه ملك الغابة، لكن مش كل الناس تعرف إنه وراه جانب مظلم. مش دايما بطل شجاع وكريم، بالعكس ساعات بيكون عنيف وقاسي جدا. لو بصينا على حياته هنلاقي إنه بيعتمد على الصيد علشان يعيش، وده بيخليه عنيف جدا مع فرائسه. مفيش رحمة أو شفقة عنده، وبيهاجم بكل قوة عشان يضمن أكل كفاية لنفسه ولأسرته. وكمان في عالم الأسود الذكور مش سهلين، خصوصا لما بيجي أسد جديد ياخد مكان قائد القبيلة. في الحالة دي بيبدأ في تصفية أشبال الأسد القديم، وده عشان يضمن إن مفيش حد ينافس ولاده على الحكم. التصرف ده قاسي جدا ومخيف لو فكرنا فيه كويس. غير كده الأسد بيكون شرس في الدفاع عن منطقته، وبيقاتل أي حيوان أو أسد يحاول يدخل. المعارك دي بتكون عنيفة جدا، ساعات بتخلي واحد منهم يموت أو يتجرح بشكل خطير. في النهاية الأسد مش بس رمز للقوة والشجاعة، لكن كمان هو رمز للطبيعة الوحشية اللي مفيش فيها رحمة، جانب مظلم بيعكس الصراع القاسي عشان البقاء.